لسه في اسرار والغاز كتيره جدا مش مفهومه لينا في المجموعه الشمسيه، وعلماء الفلك لسه بيدرسوها ويرصدوها عشان نحاول نفهم الاسرار دي. ومن بين الاسرار دي بقى هم الخوف والرعب او فوبوس وديموس، ودول القمرين بتوع كوكب المريخ. ففي الحلقه دي بقى هنقرب منهم شويه ونعرف مع بعض هم ليه لسه بيعتبروا لغز لحد النهارده قدام علماء الفلك بشكل عام، وقدام علماء جيولوجيا الكواكب بشكل خاص، وليه بيتقال عليهم بطاطس. في يوم 18 أغسطس سنة 1877 اكتشف عالم الفلك أساف هال قمر كوكب المريخ الأبعد والأصغر في الحجم، واللي سماه بعد كده ديموس. وبعدها ب6 أيام بس قدر إن هو يكتشف القمر الأقرب لكوكب المريخ والأكبر في الحجم، واللي سماه بعد كده فوبوس. ورحلة الاكتشاف دي بقى ما كانتش سهلة خالص، لأن أساف هال مر بفترات إحباط ويأس وزهق وحاجات كتيرة جدا، وخلاص اعتقد إن هو مش هيلاقي أي حاجة، وكان بيفكر أصلا إن هو يبطل يرصد كوكب المريخ، لولا الدعم والتشجيع اللي جاله من مراته هو اللي خلاه يكمل لحد ما اكتشف فوبوس وديموس. زي ما قلنا إن فوبوس هو الأكبر في الحجم وقطره بيوصل ل 27 كيلومتر، وقطر ديموس اللي هو القمر الصغير بيوصل ل 14.5 كيلومتر بس. وهما الاتنين هما أصغر قمرين ما بين أقمار المجموعة الشمسية كلها. لو كنت مهتم تعرف فقطر القمر بتاع كوكب الأرض هو 3474 كيلومتر، ولو ما كنتش مهتم أديك عرفته وخلاص. والقمر فوبوس ده بقى بيبعد عن كوكب المريخ 6000 كيلومتر بس، ومفيش أي قمر تاني قريب من الكوكب بتاعه بالشكل ده، وبيعمل 3 دورات حوالين المريخ في اليوم الواحد. وده عكس القمر التاني ديموس اللي هو القمر الأصغر والأبعد، واللي بيعمل دورة واحدة حوالين المريخ كل 30 ساعة أو يعني كل يوم وربع. والقمرين فوبوس وديموس هم فيهم حاجة مشتركة بينهم وبين القمر بتاع كوكب الأرض، إن هما الاتنين بيواجهوا كوكب المريخ بنفس الوجه وهم بيلفوا حواليه، والاتنين عليهم صخور وحفر وأتربة. ومع ذلك بقى في علماء أصلا بيشككوا إن فوبوس وديموس دول ما هماش قمرين أساسا، وبيقولوا إن هم مجرد كويكبين من حزام الكويكبات اللي موجود بين المريخ والمشتري، وإن كوكب المريخ قدر يشدهم ناحيته بجاذبيته وخلاهم يلفوا حواليه. وفي سنة 1971 يعني بعد 94 سنة من اكتشاف فوبوس وديموس، وكالة ناسا رصدت فوهة ضخمة جدا على سطح القمر فوبوس قطرها 10 كيلومتر، واحنا قايلين اصلا ان القمر كله على بعضه قطره 27 كيلومتر، فتخيل حجم الحفرة دي. والعلماء بقى ساعتها سموها فوهة ستيكاني. وستيكاني دي هي مرات أساف هال اللي شجعته ان هو يكمل دراسة كوكب المريخ لما جاله يأس واحباط لو فاكر. وفي سنة 2013 كان في مركبة فضائية تبع وكالة ناسا رصدت القمر فوبوس وهو بيعدي من قدام ديموس، ودي كانت ظاهرة نادرة جدا. لو حد وقف على سطح القمر فوبوس وهو بيبص للسماء هيشوف كوكب المريخ كبير جدا، وسطح كوكب المريخ محتل اغلب السماء. وعشان كده وكالات فضاء كتير فكرت ان هي تودي مركبات فضائية لسطح القمر فوبوس ويدرسوا المريخ من عليه. وبالفعل الاتحاد السوفيتي حاول يعمل كده كذا مرة، وامريكا حاولت تعمل كده، لكن كل محاولاتهم للاسف فشلت لحد دلوقتي. والامل بقى دلوقتي متعلق في الحوار ده على وكالة الفضاء اليابانية، لان هي اعلنت ان هي هتبعت مركبة فضائية لسطح القمر فوبوس سنة 2029، وخطتهم ان هم يجاوبوا على اسئلة العلماء اللي زي ما قلنا هم مش عارفين لحد دلوقتي دول قمرين ولا كويكبين ولا ايه بالظبط. وزي ما كلنا عارفين ان جاذبية القمر بتساوي سدس جاذبية الارض، فجاذبية القمر فوبوس بتساوي 1 على 1000 من جاذبية الارض. والكلام ده معناه ان انت لو على كوكب الارض وزنك 70 كيلو، فانت على فوبوس هيبقى وزنك 70 جرام بس. وعلى فكرة في احتمال تاني غير ان هم يكونوا كويكبين، هم ممكن يكونوا كانوا قمر واحد وفي ظروف مجهولة وغامضة لينا لحد دلوقتي ما نعرفش ايه هي، القمر ده اتقسم وبقى جزئين. واللي بيخلي العلماء يفكروا في كل الفرضيات دي ومش عارفين يلاقوا اجابة واضحة ان شكلهم متعرج جدا ومش منتظم خالص، وده اللي بيخلي علماء الجيولوجيا بيسموهم البطاطس الفضائية بسبب شكلهم اللي شبه البطاطس من كتر الانبعاجات اللي فيه. وبرضه في نظرية بتحاول تفسر شكلهم المنبعج ده، والنظرية دي ببساطة بتقول إن في بداية تكون المجموعة الشمسية كانت جاذبية كوكب المريخ ضعيفة جدا، ومكانتش كفاية إن هي تخلي شكل فوبوس وديموس منتظم زي بقية أقمار المجموعة الشمسية. وخليني بقى كمان أقول لك إن فوبوس بيقرب من المريخ 180 سم كل 100 سنة، أو 1.8 سم كل سنة. وبحسبة بسيطة كده العلماء بيقولوا إن بعد 50 مليون سنة فوبوس هيصطدم بالمريخ، وممكن ساعتها كوكب المريخ يبقى عنده حلقات حواليه زي الحلقات المشهورة جدا بتاعت كوكب زحل من الفتافيت بتاعت فوبوس اللي هتبقى حواليه. وده بقى عكس تماما السيناريو المتوقع إن هو يحصل مع ديموس، وده لأنه بعد 3 مليار سنة هيفلت خالص من جاذبية المريخ، ممكن بقى ساعتها يخش حزام الكويكبات أو يطلع خالص بره المجموعة الشمسية، محدش يعرف. ولحد دلوقتي بقى باب الابحاث والدراسه لسه مفتوح عن ماضي ومستقبل وسلوك القمرين دول فوبوس وديموس او الخوف والرعب باللغه اليونانيه. ودلوقتي خلاص اقدر اقول ان انا كل اللي كان عندي للفيديو ده قلته، ودي كل المعلومات اللي قدرت اعرفها عن قمرين كوكب المريخ.
يا ريت لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش تعرفني ده من خلال ان انت تدوس لايك، ولو ما كنتش مشترك في القناه قبل كده تنزل تشترك من تحت الفيديو. واخر حاجه هطلبها منك لو كنت اول مره تشوفني ما تنساش تخش تاخد لك لفه كده في باقي الفيديوهات اللي على القناه، وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.